قبل أسابيع قليلة دوى صوته البريء وهو يصرخ: أنا جوعان. صرخة هزت القلوب وأبكت العيون. واليوم صمت الطفل عبد الله أبو زرقة إلى الأبد. عبد الله ابن ال5 سنوات من غزة رحل عن هذا العالم الظالم بعدما لم يستطيع جسده الصغير أن يقاوم المرض والجوع والحصار. رحل وترك وراءه وصمة عار على جبين الإنسانية كلها. لكن الحكاية لم تنتهي، فشقيقته حبيبة ما زالت تعيش معاناة الموت البطيء. جسدها المنهك يصارع تضخم الكبد، تسمم في الدم، وسوء تغذية حاد. الأرقام مرعبة، ف80% من ضحايا التجويع في غزة هم من الأطفال. أطفال لا يريدون أكثر من حق بسيط: أن يعيشوا بسلام، وأن يلعبوا مثل أي طفل في العالم، وأن يكبروا بكرامة. وهنا بيجي دورنا إننا ما نكونش مجرد متفرجين. لو وصلتك صرخة عبد الله، ولو أثرت فيك دموع حبيبة، يبقى لازم نتحرك. شارك الفيديو، علق بصوتك، واضغط إعجاب علشان صوتهم يوصل للعالم وما يفضلش مجرد خبر عابر للنسيان.